طبعا في ناس كتير منكم او اغلبكم كلكم بيصيح من درجات الدروس، وفي ناس كتير بتكتئب وناس كتير بتعيط. ناس كتير بعتت لي رساله على الانستجرام احنا درجاتنا وحشه في الامتحانات، اجيب 20 من 30 وبجيب معرفش كام من كام ودرجاتنا وحشه. طب هل انا كده مش هخش الكليه اللي انا عايزاها؟ هل ده مقياس على درجات اخر السنه وكل الكلام ده؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. بما اننا بقى مهتمين بثالث ثانوي الفتره دي عشان الفتره دي مهمه، في الفيديو ده كمان هيكون حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها الفتره دي، او حاجه عايزه اتكلم فيها للفتره دي بالذات، وهي درجات الدروس. عايزه اتكلم في الموضوع ده بجد علشان كل الناس اللي دخلت طب وكل الناس اللي حققت احلامها كانت برضو بتنقص كتير في درجات الدروس، وكانت برضو بتفكر بنفس التفكير بتاعكم ده. بس بجد عايزه اقول لكم ان درجات الدروس مش مقياس نهائي، لان انتوا مثلا مش هتدخلوا الكليه اللي انتوا عايزينها. هل كل الطلبه اللي بتدخل طب وبتدخل الكليات اللي هي عايزاها هل دول ما كانوش برضو بينقصوا زيكم كده؟ استحاله. فبجد درجات الدروس مش مقياس على كده، واللي هو انت بتقعد تضيع وقتك في ان انت تزعل على درجاتك في الدروس، واللي هو انا مستحيل اخش الكليه اللي انا عايزها وما اعرفش ايه. بس بجد ده مش مقياس نهائي. فكره ان درجات الدروس تقيس عليها بعد كده احلامك وطموحاتك وتفضل بقى مكتئب، وممكن الناس بتضيع باليوم واليومين والثلاث في ان هم زعلانين على درجات الدرس. طبعا كلامي ده مش هيمنع انك تزعل على درجه الدرس، ولا مش بقول لك ما تزعلش، لا طبيعي ان انت تدي رد فعل الزعل ده على درجه الدرس. انا دلوقتي مثلا جبت درجه مش كويسه في الدرس ده، اولا ده مش معناه ان انا درجتي في الماده دي هتبقى وحشه في اخر السنه، ده مش معناه نهائي خالص خالص. تاني حاجه هو ان انا خلاص اللي حصل حصل، وانا بقى هتعلم من غلطاتي. والحاجه بقى اللي انا جايه اقولها لكم بجد انه مفيش اي سؤال يعدي عليك تغلط فيه وتعديه كده عادي. اي سؤال تغلط فيه لازم تسال المدرس بتاعك في اجابته، او ان انت تدور على اجابته في الكتاب. المهم ان انت تعرف اجابه السؤال ده ايه. مفيش اي سؤال يعدي عليك وتغلط فيه من غير ما تعرف اجابه السؤال ده كانت ايه. انا لما كنت بنقص كتير في درجات الدروس كان اي امتحان كنت باخده لازم اعرف انا غلطت في ايه، واشوف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها. ومن كتر ما انا خلاص يعني زعلت عليها ورحت سالت المستر فيها، والمستر قال لي اجابه السؤال ده ايه، خلاص عرفتها وعلمتها. فالحاجه دي بقت في دماغك فمش بتنساها. لو تكرر تاني بقى السؤال ده، او انت شفته في حته تانية بعد كده بتحله صح، او حتى لو اتكرر سؤال شبهه فانت بتعرف تحله صح بنسبه كبيره جدا. كنت بحتفظ بالامتحانات بتاعتي كلها عشان لما يجي مثلا اراجع على الباب ده في ايام المراجعه، او لما انا باجي اراجع في اي وقت كنت برجع اشوف الاسئله اللي انا غلطت فيها تاني بحيث ان انا افتكرها، او اشوف انا غلطت في ايه او كده. احتفظوا بجد بورق امتحاناتكم عشان بجد تشوفوه في اخر السنه وتشوفوا انتوا بجد كنتوا غلطانين في تفكيركم، انه درجاتكم كانت عامله ازاي وانتوا مثلا دخلتوا كليات اللي انتوا عايزينها، سواء كان طب، هندسه، ألسن، حقوق، تجاره، ايا كان الكليه اللي انت نفسك فيها. لما تشوف الورق ده بجد هتتبسط من نفسك، وهتحسوا بجد قد ايه انه كان كلامكم غلط. لما عملت كده وكنت بعرف الحاجات اللي انا غلطت فيها، مستواي بدأ يتحسن على مدار السنه كلها. يعني مثلا اول امتحان اخدته مش زي اخر امتحان. وكمان عايزه اقول لكم ان انا حرفيا انا ليله امتحان العربي والله العظيم كنت بحل امتحان، كان امتحان تجريبي باين او مش فاكره، كنت بحل الامتحان ولما رجعت صححته من الاجابات اللي في اخر الكتاب لقيتني ان انا غلطانه 11 غلطه، وده ليله الامتحان. وفي اخر السنه نقصت في العربي 7 درجات. هتلاقوا ان انتوا بجد بتنقصوا كتير، وكنت بنقص والله العظيم في امتحان العربي كتير، وامتحان الاحياء، وكل المواد كنت بنقص فيها كتير في اغلب الوقت. فبجد ده مش مقياس علشان تقعدوا تعيطوا وتزعلوا على درجاتكم في امتحانات الدروس. خد وقتك، عيط وازعل عادي براحتك. انا مش هقول لحد ما تعيطش او ما تزعلش، بس اتعلموا من غلطاتكم ايا كان في حياتكم عموما. اي حاجه تغلط فيها لازم تتعلم من غلطتك وتركز كده انت عملت ايه علشان تتعلم، علشان المره الجايه ما تغلطش في نفس الحاجه تاني. مش عيب ان احنا نغلط ولا غلط ان احنا نغلط، بس الفكره ان احنا نتعلم من الحاجات اللي بنغلط فيها. لو غيرت المايند سيت بتاعتك كده وخليت دي حاجه مبدأك في حياتك، ان انت اي حاجه تغلط فيها خلاص اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل، وانا غلطت سواء الحاجه دي بقصدك او من غير قصدك، خلاص انا غلطت هتعلم من غلطي والمره الجايه مش هغلط في نفس الحاجه دي تاني. لما تقتنع بده من جواك بجد هيفرق في حياتك كتير جدا. فدرجات الدروس مش مقياس. انا عارفه ان ممكن في ناس كمان اهلها بتزعق لها وبيتضايقوا منهم وبيفضلوا متابعين درجاتهم في الدروس، واللي هو انت ليه جبت الدرجه دي او ما اعرفش ايه. هم ممكن ما يبقوش فاهمين الفكره دي، بس انت خليك من جواك فاهم كده. ومش معنى كلامي ان انتوا اللي هو درجات الدروس بالنسبه لك تبقى عادي بقى وان انت ما تزعلش عليها، او انه خلاص كده عادي ما انقص كتير. مش بقول كده، ومش معنى كلامي كده خالص. انا معنى كلامي انه خلاص حتى لو انت جبت درجه وحشه المره الجايه هتحسن، ولما تعملوا اللي انا بقول لكم عليه بجد هتلاقوا فيه فرق كبير. وشوف ايه الحاجات عموما اللي انت بتخليك مثلا تجيب درجه مش كويسه او ان انت تنقص كتير، وحاول ان انت مره في مره تصلح الحاجات دي. شوف انت مثلا كنت بتراجع غلط، ان انت كان في حاجات بتسيبها، ان انت بتتسرع في الحل. حاول ان انت تركز في الحاجات اللي بتغلطك كتير وتعدل منها، وفي المرات اللي بعد كده بجد هتلاقي درجاتكم بتتحسن. بس كده دي كانت حاجه عايزه اتكلم فيها عن درجات الدروس عشان ناس كتير بتبقى زعلانه من درجات الدروس، وان شاء الله كلكم تحققوا احلامكم وتوصلوا للكليات اللي انتوا عايزينها. بس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، تبعتوا الفيديو لكل اصحابكم اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وانا هحاول ان ارد عليكم كلكم. بس كده، باي باي.